السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو زي ما احنا متعودين كله يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا كده فيديو كده بسيط. يا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو كده كالعادة، بحب ان انا ارحب بكل حبايب قلبي اللي شرفوني ونوروني، وبقول لهم وجودكم كالعادة على راسي من فوق. واهلا وسهلا باي حد جديد معايا في القناة. بقول له شرفتني ونورتني، ولو لسه كده اول مرة بتشوف القناة بتاعتي، يا ريت كده تشرفيني وتنوريني وتشتركي كده في القناة، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا المتواضعة، عشان تكبر بيكوا وليكوا ان شاء الله. الفيديو بقى بتاعنا بتاع النهاردة او الروتين بتاعنا كده بتاع النهاردة روتين تشجيعي او روتين الطاقة الايجابية. يا رب كده نكون دايما كده عند حسن ظن بعض، وما تنسونيش طبعا حبايب قلبي باللايك الجميل بتاعكم. الروتين بتاعنا زي ما قلت لكم بقى كده روتين تشجيعي، وقلت ايه بما اننا بقى قايمين كده بدري ننضف بقى الركن. عايزة اقول لكم ان دوت يعني ايه، زي ما بتسموه كده، ده مكان القعدة بتاعنا اليومي او الهرس بتاعنا. يعني احنا دايما قاعدين في المكان ده بناكل ونشرب فيه وقاعدين فيه وكل حاجة. يعني الركن عندي دي اساسي يوميا في التنظيف، حتى لو مش هعمل معاكم روتينات او اي حاجة. لازم الركن ده، عايزة اقول لكم ان هي ممكن تتنضف في اليوم 3 4 مرات كده. يعني عشان زي ما قلت لكم ان احنا الهرس بتاعنا دايما في المكان ده، فبتبقى محتاجة تنظيف على طول. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان انا عاملة فرشين للركنة، ده فرش كده من الاتنين. طبعا لو انتي لسه جديدة معايا كده في القناة، تابعي كده الفيديوهات القديمة او دوري كده على الفيديوهات القديمة، وانت هتشوفي الفرش التاني اللي انا كنت عاملاه. ده فرش كده انا كنت عاملاه بسوست كده بدخل فيه الشلت. والفرش التاني كده كنت عاملة حتت كده وبحطها على وش الشلت كده من فوق. عايزة اقول لكم ان فعلا الفرش ده بيحافظ جدا على على الركنة. انا الركنة لها اللهم بارك، الفرش الاساسي بتاعها شكله جميل جدا، بس عايزة اقول لكم ان هو فاتح، ما يستحملش الهرس بتاعنا، او ما يستحملش ان احنا ايه نقعد فيه على طول. فحبيت ان انا اعمل الفرش ده، وان شاء الله هعمل فرش كمان. الفرش اللي قدامكم ده اللي هو اسود في فوشيا ده، حاسه يعني ان الموضه بتاعته خلاص يعني، فباذن الله شويه كده وهنغير برضو الفرش ده كده معاكم باذن الله. هنا بقى قبل ما اشد الركنه كده، انا كنت شلت الشلت بتاعتها كده ونفضتها كده. طبعا انا كل مره بنفضها كده بالمكنسه، بس قلت المره دي ايه تنظيفها سهله كده، فنفضتها ايه بالفوطه معاكم زي ما انتوا شايفين كده، لان انا كنت عامله لها تنظيفه عميقه كده من فتره بسيطه. طبعا شديت الركنه ونفضت كده الشباك، وقلت ان انا ايه اكنسها كده بالمقشه كده العاديه، اشيل كده الاتربه اللي وراها لو وراها اي حاجه. عايزه اقول لكم ان ورا الركنه ده بيبقى عندي مخبأ، كل حاجه ضايعه مني بلاقيها في المكان، في الاماكن اللي هي ورا الركنه دي. اللي زي كده يكتب لي طبعا في التعليقات. هشد كده بقية الركنة عشان برضو اكنس كده وراها، اكنس وراها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى هجيب المية كده والفتالة، وهمسح كده وراها. والمكان كده اللي همسحه اول باول كده هرجع تاني الكراسي بتاعته كده مكانه، عشان طبعا ايه الدنيا ما تكركبش كده معايا، وما يبقاش في حاجات كتير متراكمة كده وافاجئ الاقي الدنيا كلها يعني متكركبة حواليا. فطبعا هدي لنفسي طاقة سلبية ليه؟ لا، انا ادي لنفسي كده طاقة ايجابية، وادي لحبايب قلبي كده طاقة ايجابية. والحاجة اللي احنا نعملها نرجعها مكانها على طول. عايزة اقولك فعلا ان بيوفر عليكي فعلا وقت ومجهود جدا. يعني ما بتحسيش ان انت الدنيا حواليكي كده كركبت مرة واحدة، لا بالعكس، انت حطيتي كده كل حاجة مكانها، او نضفتي كده وراها ورجعتي ايه رجعتي الحاجة كده مكانها. بتحسي ان انت ما عملتيش اي حاجة، او بتحسي ان انت خلاص خلصتي كل اللي انت عايزة تعمليه في وقت بسيط، بدل ما تكركبي الدنيا وبعدين نفسك فعلا تسد ان انت ما تعمليش اي حاجة. لأ، احنا نوفر على نفسنا كده وقت ومجهود، ونحاول برضو ان احنا ايه يعني ما نجهدش نفسنا برضو ولا نتعب نفسنا، زي ما انا برضو معوداكم. يعني احنا نعمل كل يوم حاجة كده بسيطة في الشقة. عايزة اقولك ان هي دايما بتكون نظيفة. يعني انت لو عملت حاجة بسيطة كده في الشقة بتكون دايما معاك نظيفة،
وما بتبقيش بقى ايه يعني مكركبة كده الدنيا على نفسك وتحسي كده بالملل والزهق. لا، انا كل يوم اعمل حاجة بسيطة كده وما تعبش نفسي، وفي نفس الوقت شقتي دايما كده بتكون نظيفة. عايزة اقول لكم بقى ان انا على ما نضفت الركنة كده وكنت شلت فرش الارضية، طبعا حطيته كده في البلكونة كده يتنفض كده ويتشمس، بس ما جبتش المقطع ده كده معاكم عشان جبته معاكم قبل كده. وهنا بقى كان الشكل النهائي بتاعي بعد ما نضفت الركن. عايزة اقول لكم ما خدتش معايا وقت خالص. ليه بقى؟ لاني الحاجة اللي انا بعملها برجعها تاني مكانها على طول، فما بتاخدش معايا وقت. هنا كنت بوريكم ان انا مسحت الترابيزة كده ونضفتها. عايزة اقول لكم ان الترابيزة دي ما بتخلاش عندي من التراب. اللي طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا على على الشارع، والهوا طبعا والتراب ده مش مخلينا اي حاجة كده مكانها. انا هنا فرشت الحافظة دي. عايزة اقول لكم ان الحافظة دي واخدة الركنة، واخدة جزء كمان كده بعد الركنة، وفرشت عليها السجادة دي لان الحافظة يعني خفيفة، فقلت افرش السجادة دي فوقها كده تغيير. لان زي ما انتوا عارفين ان انا بفرش السجادة الكبيرة اللي هي شبه الركنة اللي هي فوشيا فرصاصي دي. فقلت ايه اغير كده يبقى تغيير عشان ما احسش كده ايه ان الشقة كده مملة. كل فترة كده بحب ان انا اغير فيها حاجة عشان ما احسش بالملل كده فيها. هنا بقى فرشت السجادة زي ما انتوا شايفين، وكنت طبعا مسحت الباب ومسحت كده النيش كده بفوطة كده على الماشي كده ومسحت طبعا الأرضية كلها. وده كان شكل السجادة التانية بقى اللي أنا فرشاها في الجزء بتاع الصالة كده التاني. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم بقى في شكل الركنة كده بعد ما نضفتها؟ ورأيكم بقى في فرش الأرضية؟ قولولي كده رأيكم بقى الحلو كده في التعليقات. عارفة ان انتوا هتقولولي ان الفرش الأرضية كده بيج في بني كده في ألوانات تانية والركنة لونها كذا. طبعا السجاد ده عندي فحبيت ان انا اغير كده، اشيل السجادة التانية واحطه كده. بس هو لايق كده ولا ايه يعني؟ انا شايفة ان هو يعني شكله كويس، بس مش عارفة بقى هيعجبكم ولا. يعني اللي مش عاجبه برضو او اللي عاجبه يقول لي كده رأيه برضو في التعليقات. هنا فرشت الأرضية زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم ان فعلا ريحة النظافة بتبقى جميلة جدا. فرشت كده العتب الصغير ده، معرفش انتوا بتسموه ايه. فرشته كده قدام البيبان بتاعة الأوض. وطبعا نضفنا غرف النوم ده طبعا يوميا كده من غير روتين ومن غير اي حاجة. وما نضفتش بقى اي حاجة تانية غير الركنة زي ما انتوا شايفين كده. يا رب اكون دايما كده بديكوا طاقة ايجابية، ويا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم. وطبعا حبايب قلبي ما تنسونيش كده باللايك الجميل بتاعك، وقوليلي كده رأيك الحلو في التعليقات. ولو لسه كده جديدة معايا في القناة ياريت كده تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كده كل جديد بنقدمه في قناتنا المتواضعة عشان تكبر بيكوا وليكوا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.